حد يعرف حاجه اسمها الهضبه الوظيفيه؟ قرات ارتكل النهارده الصبح من منصه اسمها منصه مجره، بيتكلم عن الهضبه الوظيفيه، بيتكلم عن ان الموظفين في الشركات بشكل عام بتجد صعوبه شويه في ان هي تترقى من مكان لمكان تاني، وكل ما ارتفع في الليفل الوظيفي كل ما بقى صعب ان هو يطلع في الليفل الاعلى، لان طبعا المنافسه بتكون شديده. كل الناس عاوزه تطلع في الليفل اللي بعده. الارتكل اتكلم بحاجات كتيره، وازاي تطور نفسك، وازاي الشركه تطورك عشان تقدر تتحرك سواء بشكل رأسي او بشكل افقي. الفكره انا هتكلم في الحته بتاعتي اكتر، اللي هي الحته التكنولوجيه. وانا هنا مش بكلم المديرين الاي تي بس، انا بكلم اي حد، ان افضل حاجه ان انت تقدر تحط بيها بصمه، وان انت تلاقي مكان ان انت تتحرك من ليفل اعلى، ان انت تحط بصمه بشكل تقني في الشركه. ازاي الكلام ده؟ انت المفروض ما تبقاش موظف عادي، ما تبقاش موظف بتاكل عيش، لازم تكون موظف بتفكر بتفكير استراتيجي. ازاي اوفر فلوس على الشركه؟ ازاي ارفع الار او اي بتاعي؟ ازاي لو عندي مشكله معينه بتعمل ابيوز، بتخسر الشركه بشكل او باخر، ازاي احلها؟ استخدم التكنولوجيا بتاعتي، وهي دي افضل حاجه اللي موجوده عندي استخدمه، او اسرع واسهل حاجه ممكن احط بيها اد فاليو. مديرين الاي تي نفس القصه، ازاي ادخل انبوت؟ هتقول لي والله الاداره او التوب مانجمنت ما بيحطوش بادجت. صدقني لو انت عملت اناليسز لكيس معينه وقلت لهم ان الكيس دي بتخسرني 1 2 3 والار او اي بتاعها، فور شور هيحطوا بادجت. وممكن تبتدي بحاجه صغيره وبعدين تكبر بعد كده وتعمل انبوت وتحط انبوت في الاندستري بتاعك عشان تبقى افضل وافضل. انا هسيب لكم الارتكل موجود تحت، اقرأوه هيبقى مفيد جدا بالنسبه لكم.